مساء الخير. جايبه لكم النهارده عجينه الدوناتس، مش شاربه ولا نقطه زيت، حرفيا طريه جدا جدا ومش مزيته نهائي. بتتقطع كده معانا بكل سهوله ومش شاربه زيت خالص تماما، وبتبظ كده زي ما انتوا شايفين. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه كده معايا كوبايه من الميه الدافيه، وكمان معلقه صغيره من الخميره الفوريه، و3 معالق سكر. هخلطهم كده مع بعض. بعد كده هضيف ليهم بيضة وهخلط تاني. هضيف بقى معلقتين من الزيت، وده برضو بيطري العجينة جدا وبيخليها هشة. هركنهم بقى على جنب لحد ما الخميرة تتفاعل مع المية والسكر والاضافات اللي احنا ضفناها. بعد كده معايا هنا 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم ربع معلقة صغيرة ملح. هخلطهم كده بايدي. هضيف ليهم بقى الخليط السائل وهنعجن او هنلم العجينة. مش هنضيف اي سوائل تاني تماما. انا محتاجة العجينة تكون لما اعجنها بايدي تكون ماسكة شوية، لان لما نضيف لها الزبدة هتطرى خالص خالص. شايفين بقى انا بعجن فيها بصعوبة كده ازاي؟ ده ملمس العجينة اللي انا عايزاه. طبعا احنا لسه ما عملناش حاجة، احنا يدوبك لميناها بس. هضيف بقى معلقتين كبار زبدة. لو اول مرة بس تتفرجوا عليا، ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتدوسوا لايك لو الفيديو عجبكم. ضفت ليها الزبدة بقى وهبتدي ان انا اعجنها كده مع الزبدة. هنلاقيها طبعا اتفكت معانا واتقطعت، مفيش اي مشكلة. هنعجن فيها لحد ما تنعم معانا خالص وتشرب كل كمية الزبدة اللي احنا ضفناها. شايفين اهو بنفس الشكل كده بخبطها على الرخامة، ده بينعمها وبيخليها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو في عجان او في كبة مفيش اي مشكلة، هنعمل كل الخطوات دي في الكبة او في العجان. بعد كده غطيتها بقى باي كيس بلاستيك عندي وهسيبها تخمر لمدة من ربع لتلت ساعة. هشيل بقى من عليها الكيس وهقسمها لنصين. هركن كده جزء على جنب وجزء هكوره وهشتغل بيه. هبتدي بقى ان انا افردها بنفس الشكل بسمك حوالي 2 سنتي، يعني مش رفيع تماما، لا يكون محمل شوية. انا مش عايزاها رفيعة خالص عشان تبقى كبيرة معانا وتتنفخ وتبقى كويسة جدا. هبتدي بقى اقطعها كده ل8 قطع مثلثات، وهضيفها على ورق الزبدة واسيبها تتخمر. ورق الزبدة يا جماعة بيبقى فيه ناحيتين، ناحية خشنة شوية وناحية ناعمة. نراعي ان احنا نحطها على الناحية الناعمة عشان لما نيجي نشيله من العجينة وهي في الزيت يتشال معانا بسهولة. الجزء التاني فردته كده على شكل مستطيل وهقطعه مثلثات علشان نعمل بيه الدوناتس اللي بتبقى على شكل كرواسون كده، او بتبقى شكل مولتو شوية. وهبتدي الف المثلثات كده اللفة العادية خالص بتاعة الكرواسون او المولتو، وهضيفهم برضو على ورق زبدة وهخليهم يخمروا. دي قطعة العجينة بقى اللي انا لميتها من الاطراف. جبت كده غطا ازازة عندي وهبتدي ان انا اقطعها كده كور صغيرة. كانت حلوة قوي قوي، كانت عاملة زي الزلابية. فلذيذة جدا جدا، بس بتاخد وقت يعني جامد. بعد كده بقى عندي طاسة على نار متوسطة مايلة للهادية. هضيف فيها الزيت بس مش زيت غزير. احنا محتاجين ان الدوناتس يبقى نصها فوق الزيت ونصها تحت الزيت علشان
يبقى فيه الخط الفاصل اللي في النص ده كده دليل على نجاح الدونات اهو. دي كانت اول واحدة بس كنت بجرب فيها، بعد كده لقيتها الحمد لله تمام. ضفت بقى واحدة تانية بالورقة. الورقة عشان تتشال معانا بكل سهولة ضروري ان القعر بتاع الدوناتس يكون يعني متحمر كويس جدا، لان لو مش متحمر كويس الدوناتس هيطلع نصها في الورقة. شايفين دي كده متحمرة واخدة لون من تحت تماما، مفيهاش اي حاجة بيضة. شايفين بقى بعمل ايه؟ هي بتبقى رخمة شوية في الاول، في حاجات بتبقى سهلة وفي حاجات بتبقى رخمة، فان شاء الله كله يبقى سهل معاكم. يعني بمسك كده حرف الورقة بالماسك وبسلك الناحية التانية او بسند الناحية التانية باي حاجة، معلقة او سيخ الشيش طاووق دوت، وبشد كده بتطلع معايا مفيهاش اي صعوبة. وبقلب الدوناتس كل شوية. لو لقينا او حسينا ان الزيت سخن مننا هنوطي النار على اقل درجة حرارة، ما تخافوش مش هيشرب زيت تماما. العجينة ممتازة وباذن الله مش هتشرب معاكم اي زيت نهائي. بطلعه كده اهوت. شايفين بقى الدوناتس اللي على شكل كرواسون دوت شكله بجد تحفة، وهو كمان محشي بالشوكولاتة بجد حلو جدا جدا. خلاص كده هنا بقى طلعته كله اهو بنفس الشكل ده كده. عندي بقى سكر، الخطوة دي اختياري، بس انا في رأيي يعني لو هنحشيه شوكولاتة او مربى او حاجة مسكرة بلاش خطوة السكر دي. ولو مش هتحشوه خالص، لو حابين مثلا انتوا تاكلوه كده قلبوه في سكر عادي. بعد كده هفرغه بقى كده من الجنب باي حاجة ليها سن بس تكون فتحة كويسة. وعندي هنا شوكولاتة اللي هي القابلة للدهن، اي نوع متوفر. حطيته في كيس تلاجة كمان لان ما عنديش كيس حلواني، وفتحت الكيس وابتديت ان انا احشيها لحد ما احس ان هي بين ايدي خلاص بتكبر تمام. لو مفيش بقى شوكولاتة قابلة للدهن بنجيب كيس الكاسترد اللي هو متوفر في السوبر ماركت، وبنمشي على الخطوات وبنزود له مكعبات شوكولاتة وكمان كاكاو خام لحد ما يوصل للون الشوكولاتة معانا، وكمان مكعب زبدة ونقدر نحشي بيه هيبقى